انا فرحان بجد، والله 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 انا فرحان. انا بقالي يعني سكه 7 شهور بتفرج على النادي الاهلي، وبخش اتفرج وانا بكون قرفان، بكون زهقان من اللي بيحصل في الملعب. بحس لا في جمله ولا في تكتيك ولا في لعيبه بتلعب في الملعب عدله. فيعني انا بكون داخل اصلا اتفرج اللي هو ايه، خش يا ابني شغل الماتش واسحب البطانيه، او اقعد اتفرج، او اكتب اللي انت محتاج تكتبه عشان تطلع تقوله في الفيديو وخلاص. اللي هو انا داخل مش بقى اللي هو داخل اشجع، او ان انا داخل مبسوط ان الاهلي يلعب، لا انا داخل اللي هو ايه، معايا الاجنده وقاعد ادون الحاجات اللي انا محتاج اتكلم عليها، علشان ده شغلي ومحتاج ان انا اقدمه بعد الحلقه او بعد الماتش. فانا يعني النهارده انا الاهلي متعني، النهارده الاهلي خلاني داخل اتفرج. انا اتصدمت اللي هو ايه اللي بيحصل في الملعب ده، ايه الحلاوه والطعامه دي، ايه الجمال ده. بس لو كانت تكمل بان محمد الشناوي يقعد وشوبير اللي يقف، كانت هتبقى لذيذه. مع ان يعني شوف، مع ان نفس التشكيله اللي لعبت النهارده هي نفس التشكيله اللي كانت بتلعب ماتش يانج افريكانز في دوري ابطال افريقيا. فانت داخل تتفرج، انت ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ في حاجه غلط يعني. اللعيبه بقى، مدرب النادي الاهلي نفخها. ما ينفيش التحول ده في يوم وليله، او في خلال 3 ايام. يعني انت لعبت الجمعه، فوتت السبت الحد الاثنين، لعبت الثلاث. فالتحول ده ما يقولكش ان المدرب يعني لحق يعمل شغل، ولا ان المدرب ان هو حط خطه، ولا ان اللعيبه فهمت الخطه اللي هو عايزها. لا، التحول ده يخليك تقف عند موضوع ان اللعيبه عندها اداء، وعندها تقدر تأدي وتقدم حاجه للنادي الاهلي، وتقدم حاجه للجمهور بتاع النادي الاهلي. بس ما تفهمش اللعيبه فيه ايه، ما تفهمش اللعيبه في بالها. يعني لو اللي اتفرج على ماتش الاهلي ويانكا افريكانز في دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه اللي فاتت، ما يديش ان الاهلي هينزل النهارده يلعب بنفس الاداء اللي شافه. يعني انت لو قارنت اداء الاهلي بالماتش بتاع افريقيا واداء الاهلي النهارده في الدوري، الايه اتقلبت، الايه اتقلبت جامد. النهارده اصلا انت داخل الماتش، انا من وجهة نظري انا كنت شايف ان الماتش بتاع وادي دجله اصعب من ماتش افريقيا. هيجي واحد يقول لي انت مجنون يا عم، والله والله ما بهزر. انا كنت شايف ان الماتش بتاع الدوري مع وادي دجله اصعب من ماتش افريقيا. هتيجي تقول لي ليه؟ انا هعتبر ان انت قلت لي ليه، فانا هجاوبك. انت عندك من وجهة نظري انا، من تحليلي انا، اللعيبه في الدوري اسوأ بدايه، اسوأ موسم في تاريخ النادي الاهلي كله. ان شاء الله يعني يكون معلومه صح، ان اداء اللعيبه او بدايه الاهلي في الماتشات اللي لعبها تبقى زفت، تبقى زفت. بدايه ولا اسوأ للنادي الاهلي. اللي هو الاهلي يعني النهارده الاهلي لعب في الدوري 13 ماتش، جميل، 13 ماتش. دخل فيه كام جون بالماتش بتاع النهارده؟ دخل فيه 13 هدف. اديك بقى احصائيه كده، السنه اللي فاتت كلها الاهلي لعب في الدوري الماتشات بتاعته كامله من اول ماتش لحد اخر ماتش، دخل في الاهلي كام هدف بقى في الموسم كله بتاع الدوري؟ 13 هدف. شفت يعني، شفت الفرق في 13 هدف في 13 ماتش. ده السنه دي، السنه اللي فاتت 13 هدف في الموسم كله. فيعني اسوأ بدايه للنادي الاهلي السنه دي هي اسوأ بدايه، اسوأ ارقام الاهلي عملها. فانا كان بالنسبه لي ماتش الدوري، ماتش وادي دجله، كان لازم تكسبه. فكان ماتش صعب، ماتش مع فريق انا شايف ان وادي دجله هو الحصان الاسود بتاع الدوري المصري السنه دي. وادي دجله كسب الزمالك، اتعادل مع وادي دجله، فان انت نازل تستهزأ بيه، لا ما كانش ينفع ان انت تنزل تلعب قصاد وادي دجله وانت بتستهزأ بيه. ما فيش مجال. وادي دجله لو استهزأت بيه كان هيكسبك. ليه؟ لان وادي دجله انا شايفه بيلعب كوره جميله جدا 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 في الدوري المصري. كوره في انديه اكبر من وادي دجله
ما بتلعبهاش. وعندك ابسط مثال، عندك الاسماعيلي وعندك الاتحاد السكندري، ما لعبوش، ما ادوش اصلا ربع اللي وادي دجله بيعمله. وادي دجله فيه ميزه انا بحبها جدا، يعني لو هتقول لي تلعب مع فريق مين في الدوري المصري، يعني لو خيرت عليا كل ماتش مين الاهلي يلعبه، هقول لك وادي دجله. وادي دجله بينزل الماتش فاتح خطوطه، مش فاتح خطوطه عشان الاهلي يكسب او ان هو مفوت، لا، بينزل بيهاجم، بيهاجمك رايح جاي عليك، مش اللي هو نازل زي غازل المحله راصص لك ال 25 لعيب بتوع القايمه كلهم في منطقه الجزاء ويقول لك العب. دي مش كوره، دي عمرها ما كانت كوره ان انت تنزل تزنق الفريق كله في منطقه الجزاء وتقول لي العب، لا. فبالتالي انا لو هتخير ان انا لاعب فريق في الدوري المصري كل شويه، فاحب العب مع وادي دجله، فريق انا ارفع له القبعه وادي له كامل احترامي على الاداء اللي اللعيبه بتعمله. وعايز اقول كلمه للعيبه، مش علشان انت خسرت النهارده من النادي الاهلي فان اللعيبه وحشه، اللعيبه دي كويسه، المدرب ده عالمي، والله والله مدرب عالمي، بس انت بتلعب قصاد لعيبه خبرات، لعيبه دوليه، لعيبه بمبالغ، يعني لعيب بمبلغ لو ما اداش للنادي الاهلي اللي الاهلي عايزه يبقى بلاها. فانت بتتكلم النهارده الاهلي لعب اداء انا ما شفتهوش من ماتش، ما شفتوش مش من الماتش اللي فات، انا ما شفتوش للاهلي من 7 شهور. يعني انا لما سافرت وكنت بتفرج على الاهلي، وكنت اكتر حاجه بستناها ان الاهلي يلعب علشان خاطر الواحد يطلع همومه بتاعت الغربه في الماتش، فانا كنت كل ماتش يا اما بزهق يا اما بكملش يا اما باخر دقيقه بقفل الماتش. انا خلاص الاهلي كان بيلعب وحش، كان يتعادل، يخسر، يحصل فيه بلاوي، يكون 2-0 يقلبها 2-2، فكان الواحد على اخره من الاداء الاهلي. انما اللي شفناه النهارده انا خلاني اللي هو انا بدور كده في التليفون بقلب اشوف الاهلي الماتش الجاي هيلعب امتى والساعه كام ومع مين. يعني الماتش الجاي الاهلي عنده مع يانج افريكانز في تنزانيا، ماتش انا شايفه ماتش مصيري، ماتش انت لازم تكسبه علشان تريح دماغك من الحسبه والاله الحاسبه وانا هصعد ازاي ومين كسب، انت يا باشا هيكسبه وريح دماغك. يا عم ابسط حل خالص، روح اتعادل الماتش ده وتعالى اكسب ماتش الجيش الملكي هنا، وهوب انتهت الايه دور المجموعات وانت مش فارق معاك، هيبقى فاضل لك ماتش بالنسبه لك تحصيل حاصل. فبدون تفاصيل كتير وبدون ان انا اطول عليك، عايزين نخش في تفاصيل الماتش، علشان النهارده في كلام كتير قوي على بعض اللعيبه اللي انا كنت بقول عليها ان هي مش كويسه بناء على الفتره الاخيره، بناء على اللعيبه الدوليه اللي كانت بتلعب مع المنتخب. فانا داخل اتكلم النهارده على بعض اللعيبه، انا مش هقيم اللعيبه كلهم، اللعيبه كلها كانت رجاله بس بلا استثناء، اللعيبه كلها كانت رجاله، اللعيبه كلها كانت على قدر المسؤوليه وعلى قدر قيمه تيشيرت النادي الاهلي. فبدون ما اطول عليك خلينا نخش في الجزء الثاني وهو جزء المباراه. زي ما انا اتكلمت معاكم في الفقره الاولى عن اداء النادي الاهلي وعن التحول الرهيب اللي حصل في اداء النادي الاهلي من الماتش اللي فات للماتش النهارده، فخلينا النهارده نبدا ونقول بسم الله ونتكلم في الفقره الثانيه عن اللي الاهلي كان بيحصل معاه في الملعب، عن التشكيله، عن مين من وجهه نظر انا احسن لعيب في الماتش، مين من وجهه نظري اسوأ لعيب في الماتش، مين من وجهه نظري محتاج تكه من المدرب، مين من وجهة نظري المفروض ما يلعبش في القايمة وما ينفعش ينزل تغيير. كل ده هنتكلم عليه في الفقرة بتاعت النهارده. ونبدأ في الفقرة الأولى وهي تشكيلة النادي الأهلي، التشكيلة اللي ما حصلش عليها أي تغيير بين المباراة اللي فاتت، ألا وهو التغيير بتاع مصطفى شوبير ومحمد الشناوي. وأنا عندي تحفظ كبير 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 على التغيير ده، ما هو أنت يا إما تدي مصطفى شوبير وتكمل الحارس الأساسي للنادي الأهلي لفترة كبيرة، يا إما فكرة التدوير في حراسة المرمى مش حلوة، أنت مش بتعمل تدوير على لعيب في نص الملعب ولا لعيب على خط اليمين ولا لعيب فين على خط الشمال، انت بتتكلم في حارس مرمى، فهي مش مستدعيه ان انت تعمل تدوير بينهم، مفيش اصلا. ممكن حارس يقعد بثلاث اربع ماتشات مفيش كوره تيجي عليه، فانت هتقيمه ازاي؟ يعني انا لو المدرب بيفكر ان هو بيلاعب مصطفى شوبير الماتش اللي فات وبيلاعب محمد الشناوي الماتش ده علشان يقيمه، انا من وجهة نظري شايف ان محمد الشناوي تقييم الماتش ده وحش. شالك كوره الشوط الاول انا معاك فيها، بس انا من وجهة نظري شايف ان الجون التاني او الجون بتاع الشوط التاني اللي دخل في النادي الاهلي، يعني انت لو كنت مديت ايدك كالعاده كنت ممكن على الاقل تجيبه، لو كان عنده ردة فعل سريعه كان ممكن يطلعها، انا بقول كان ممكن مش اكيد. بس انا شايف ان اداء مصطفى شوبير احسن وافضل بمراحل كبيره من محمد الشناوي، وكان عندي تحفظ كبير قوي
ان هو لعب بيه النهارده وكان لعب بالتشكيله زي ما هي بتاعت يانج افريقيا، ما كانش هيحصل حاجه. يعني لو كنت لعبت بالتشكيله بتاعت الاهلي اللي بتاعت الماتش اللي فات ما كانش هيحصل حاجه. هي انت نازل هي التشكيله. ايه لازمه بقى تغيير مصطفى شوبير بمحمد الشناوي؟ الله اعلم. طيب نبدا التشكيله، وهي محمد الشناوي في حراسه المرمى. قلبين دفاع عندك ياسر ابراهيم وياسين مرعي. عندك يمين وشمال عندك احمد نبيل كوكا ومحمد هاني. عندك في نص الملعب كان بيلعب بديانج ومروان عطيه. قدامهم صانع العاب امام عاشور. على اليمين وعلى الشمال زيزو وتريزيجيه. وقدامهم المهاجم الموهوب اللي المفروض ان هو ياخد ثقه اكبر ويستمر اكتر، بس ده مش هيحصل طبعا في المهاجم الاجنبي اللي هيجي. وبالمناسبه دي الاهلي خلص يعتبر 98% في مهاجم اسمه كاموشا، فان شاء الله ممكن خلال 48 ساعه بالكتير يعلن عنه، وده اللي هيلعب. الا بقى لو المدير الفني عنده راي تاني وما كانش عاجبه المهاجم ده، وهيكمل بيه مروان عثمان المهاجم الموهوب. طيب بدات المباراه، وكان بالنسبه لي انا شايف ان الحد على الاقل الدقيقه 30 او الكولينج بريك، اللي انا ما اعرفش كولينج بريك ايه في يناير. انت بالنسبه لي كولينج بريك في يناير ده اللي هو عبث. اللي فيفا لو عرف بالموضوع ده والله ممكن يشمع اتحاد الكوره بالكوره بكل حاجه. انت عامل كولينج بريك. تفسيرا الكولينج بريك ده معمول علشان درجه الحراره بتبقى عاليه، واللعيبه بتستنزف طاقه وبتستنزف عرق كتير. فالكولينج بريك بالنسبه لهم بتبقى راحه دقيقه يشرب ميه يعوض السوائل اللي طلعت من جسمه. فانت بالنسبه لي عامل ان كولينج بريك في شهر يناير يا قادر. يعني كولينج بريك في درجه حراره 16 يعني ممكن توصل كمان ل 12 11 في الشتاء. يعني ازاي؟ يعني الكولينج بريك ممكن اصلا هم بيعملوه تكون الدنيا بتشتي. فمش راكبه مع بعض. كولينج بريك في الشتاء، كولينج بريك في يناير، مش ماشيين مع بعض. فيعني هي كده كده حوار الكولينج بريك ده معمول علشان خاطر الاعلان. يعني الفلوس اللي مدفوعه في الاعلان اللي بدقيقه اللي بتطلع دي مدفوع فيها كتير. واسالني انا، يعني انا شغال برضو بتاع دعايه واعلان وديجيتال ماركتنج وعارف القصه دي كلها. فاسالني انا، كولينج بريك دي الدقيقه اللي بيطلع فيها الاعلان بتساوي ملايين بالنسبه لصاحب الاعلان وبالنسبه للقناه. شايف يعني ايه اعلان يتشاف على ليه؟ شوف بقى كام واحد بيفرجوا يا عم، هنقول مليون 2 مليون واحد بيفرجوا ايه على ماتش الاهلي. يعني ممكن يوصلوا اكتر. انت مصر فيها 100 وحاجه مليون، طلع منهم مثلا 10% حريم وبنات ورضع واطفال، وسيب الباقي هتلاقيك بتتكلم في سكه 60 70 مليون. طلع منهم مثلا 30 40 مليون اهلاوي، طلع منهم في شغالين، يعني قول على الاقل 5 مليون ايه. مش قصه يعني مش قصه. احنا مش هنقعد نحسب مش هنحسد الشعب عدده كام، يعني ربنا يستر على الشعب. فانت بتتكلم في دقيقه اتفرج عليها فوق ال 2 3 مليون واحد. فمنهم الغني بقى ومنهم الفقير اللي زي حالاتنا وزي حالاتك عزيزي المشاهد، اللي ما بيفرقش معاه الاعلان ده اصلا ولا بيتابعه، بيطلع بقى يشرب ولا سجاره يعمل اي حاجه. فالاعلان ده بالنسبه لهم فلوس. بس انا شايف ان هو ملوش لازمه. يعني اعلان ملوش لازمه، او مش الاعلان اللي ليه لازمه. الاعلان اللي لازمه صاحب القناه وصاحب الاعلان. بس انا بتكلم في كولينج بريك في الشتاء. ليه بتوقف الماتش علشان دقيقه في الشتاء؟ ليه وهي اصلا مش الدقيقه بتاعتها؟ فما علينا يعني. فالاهلي ووادي دجله كانوا لحد الدقيقه 30. انا من وجهه نظري شايف ان كان وادي دجله هو اللي كان ماسك علينا كوره، هو اللي كان مستحوذ، هو اللي كان بيروح بهجمات، والاهلي كان اللي ورا في نص ملعبه. يعني انا بقول لك الاهلي كان في ملعبه لحد الدقيقه 30. بعد كولينج بريك الايه اتقلبت. ما تفهمش بقى ايه اللي حصل. يعني لحد الدقيقه 30 الاهلي كان بيلعب باداء ماتش افريقيا. الاداء بتاع ماتش افريقيا هو ده اللي كان بيلعب بيه. هو ده الاهلي اللي كان بيلعب في افريقيا. زيزو ما كانش عارف يطلع. انا مش هتكلم كتير على زيزو، لان زيزو عنده يعني عواقب كتير او معوقات كتير او حاجات كتير محتاجه تدرس، وحاجات كتير محتاجه يشتغل عليها. بس برضه هقول لك هو مميز في حاجات. يعني زيزو لحد الدقيقه 30 ما شفناهوش في الملعب. واقول لك برضه ان تريزيجيه ما شفناهوش في الملعب. ومش هقدر اقيم مروان عثمان ولا في الماتش ده ولا في اللي فات ولا في اي ماتش جاي. انا من وجهه نظري شايف ان مروان عثمان اللعيبه مفيش حد بيديله كوره. مفيش حد بيدي لمروان عثمان كوره. ما اعرفش بقى حقد ولا لعيب لسه جديد ولازم له شده، انا مش عارف. بس بالنسبه لي ان كام كوره شفتهم اللعيب كان ممكن يباصي لمروان عثمان ومش بيباصيهم. امام عاشور مره، تريزيجيه مره، وشفناها في الماتش اللي فات في افريقيا نفس القصه. فالاهلي لحد الدقيقه 30 كان اللي مستحوذ على الكوره وادي دجله، والاهلي كان في نص ملعبه.
بعد الكولينج بريك اللي احنا مش فاهمين معمول ليه، الاهلي بدأ يفوق شويه، ولولا غلطه المدافع اللي كانت من عرضيه لزيزو نزلت في منطقه الجزاء، واللاعب بتاع وادي دجله المدافع بتاع وادي دجله اللي غلط فيها، وبدل ما يشتتها وان تاتش كان عايز يثبتها تقريبا حاجه شبه كده، او يديها لزميله يثبتها ويديها لزميله، بس يشاء القدر ان هي تفلت من تحت رجليه وتيجي لتريزيجيه اللي بيركنها. بص، انا بالنسبه لي تصرف تريزيجيه في الماتش ده غريب قوي، او مش في الماتش ده، سامحني، في الكوره دي غريب قوي. واحد كان غير تريزيجيه كان اول ما الكوره ده هتجيله هوب رزع في الضيقه بقى، الحارس طلع، الحارس ما طلعش، صدها ما صدهاش، عدت من تحت ايده وربنا كرم كان بها. انما تريزيجيه فاجئني قوي، لعيب. بص، هو برضه يعني تصرف ممكن ما يكونش يعني هي كانت كده، لانه شفنا له كوره كان المفروض يعمل نفس التصرف فيها، بس هو اتسرع. بس خلينا نتكلم على التصرف بتاعه اللي هو اللي حصل في اول جول. واحد غيره كان هيخش يرزع، لا، تريزيجيه بمعلمه ثبت الكوره وهوش ودى الحارس بالمدافع في زاويه، وهو راح حطها في الزاويه التانيه باشا. برضه هرجع اقول لك يعني هو الهدف مش هدف عالمي يعني، وان هدف ملعوب من النادي الاهلي ولا الكلام ده كله، لا، هو بسبب غلطه المدافع فلبسهم جون. بس الفينش بتاع تريزيجيه كان عاجبني جدا. فلحد هنا والاهلي كان ايه وحش، هوبا ما شاء الله الكوره اللي اترفعت عرضيه غلطه المدافع قلبت الماتش على وادي دجله. غلطه المدافع دي كلفت وادي دجله كتير قوي من وجهه نظري يعني. هقول لك كلفته ايه، كلفته ان اللعيبه خرجت بره التركيز. الخطه اللي المدرب كان حاططها ومرتب حاله عليها على الاقل يطلع الشوط الاول تعادل باظت. كل التفكير اللي كان في دماغ المدرب ان هو بتاع وادي دجله ان هو الشوط الاول لو خلص تعادل هيعمل ايه بعد كده، مين اللي هينزل ومين اللي هيلعب وهتمشي ازاي بقيه الماتش، باظت. لان عزيزي المشاهد انا بقول لك ان المدرب بيبقى حاطط سيناريو في دماغه للماتش. انا يعني مثلا انا نازل بقول للعيبه انتوا لعيبه رجاله، وحاولوا بقدر الامكان ان احنا نطلع بالشوط الاول تعادل، علشان بعد كده هنعمل ايه. مثلا لو احنا بنهاجم هنرجع ندافع، لو احنا بندافع هنبدا نطير الخطوط شويه، سيناريو. فجون زي ده قلب الماتش على المدرب وقلب الماتش على وادي دجله، وجون غلطه. وبعد كده كمل الاهلي شويه، بدا ان هو يضغط على وادي دجله، بدا ان هو يطلع بقى مكان كان في نص ملعبه، بدا ان هو يطلع يزق نفسه شويه في ملعب وادي دجله. وشفنا بعد الهدف على طول هجمه ليه، زيزو كان رايح عليها 2 على 1، زيزو على اليمين ومروان عثمان، ودي الهجمه اللي انا بقول لك عليها عزيزي المشاهد ان زيزو فيها كان اناني جدا. هجمه انت اتسرعت في الفينش بتاعها، والفينش بتاعها طلع سيء. كنت كملت خطوتين، يعني انت لو كنت كملت خطوتين كان المدافع راح لك وفضل مروان عثمان خالص. يعني انت لو كنت اديتها مروان عثمان كان بوش رجله او ببطن رجله خلص الجون تاني. بس زيزو اناني اناني اناني، وشفنا له كوره برضه في ماتش افريقيا كان اناني. ف يعني يا عزيزي المشاهد الكرة دي لو كانت جت كانت فتحت الماتش اكتر ما الاهلي كان هيفتح الماتش لو كان دخل اكتر من جول. طيب، زيزو ضيع الكرة دي، بعدها بكام دقيقة يجي للاهلي ضربة جزاء كانت كفيلة ان هي بقى دي بقى اللي بيقول لك ايه، كانت بالنسبة لمدرب الاهلي رصاصة الرحمة بالنسبة له، اللي هو بقى انا جبت التاني قبل نهاية الشوط الاول، ارتاح وهدي الدنيا كده، وارتاح ايه زي ما بيقول لك بقى، ارتاح بدنيا وعصبيا وعقليا، والسيناريو اللي انا كنت حاطه في دماغي الدنيا مشيت تمام. حتى لو انا مش ده السيناريو اللي كنت حاطه في دماغي، فالسيناريو ده احلى من اللي انا كنت حاطه في دماغي. جه ضربة جزاء لامام عاشور، وبجد بجد بجد احنا يعني هنتكلم عن امام عاشور كمان شويه. امام عاشور يا جدعان لعيب، انا سطور بقى، نفاسه، جبار، قول زي ما انت عايز تقول، اي مسمى هتقوله على امام عاشور ما هو الا خساره في امام عاشور. مش خساره في امام عاشور، ان المسمى ده هيظلم اللي امام عاشور بيعمله. جه ضربة جزاء للنادي الاهلي، وطبعا معروف مين الباشا ابن الباشا اللي دخل شاطها، وهو المتخصص رقم 1 في ضربات الجزاء، وهو زيزو، وسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي، وانتهى الشوط الاول على كده. وما كانش فيه اي جديد يذكر في نهايه الشوط الاول بعد ضربة الجزاء. خلصنا الشوط الاول، دخلنا على الشوط الثاني، وشفنا الاهلي كان بادئ برضو زي ما هو ضاغط في الشوط الثاني. وبالنسبه لي ما كانش فيه اي حاجه في الشوط الثاني غير الجون اللي ما شاء الله ما شاء الله عدى. طبعا ايه، مش خلينا ننط على طول، عدى شويه وقت، الاهلي راح بهجمات، راح بانفرادات، ضيع كام كوره. شفنا الكوره بتاعت امام عاشور اللي جت في العارضه اللي كانت
اللي فرتكت العارضه. شفنا بعدها كام كوره. خلينا في الكوره بتاعت ايه، امام عاشور بتاعت العارضه عشان ما نسبقش. الكوره دي عزيزي المشاهد اللي انا اتكلمت فيها ان تريزيجيه ما استخدمش فيها عقله زي ما عمل في الكوره اللي جابها جون في الشوط الاول. هتيجي تقول لي ازاي ما استخدمش فيها عقله؟ هقول لك ان امام عاشور شاطها كويس ولا مركونه و100 100، جت في العارضه دي مش بتاعه امام عاشور، بتاعت ربنا، خلاص هو قضاء وقدر وانا نفذت اللي عليا وما دخلتش. الكره ردت لتريزيجيه وكان لوحده وما كانش تسلل. لو كان هدى شويه واستلم الكوره كان هيقدر يعمل الار2 اللي هو وجع دماغنا بيه. يعني لو ثبت الكوره وعملها ار2 كانت هتيجي جول. انما تريزيجيه اول ما شاف الكوره جايه له راح داخل بوش رجله موديها فين؟ مش في مدرجات بقى عزيزي المشاهد، انت حفظت خلاص وداها السما. فدي الكوره اللي انا كنت نفسي ان تريزيجيه يستخدم فيها عقله زي ما استخدمه في الكوره الاولانيه اللي جابها جول. بعد كده ما شفناش اي حاجه جديده حصلت غير الجون بتاع مروان عثمان اللي انا شايفه من احسن الاجوان اللي الاهلي دخلها خلال فتره كبيره. عندك امام عاشور عرضيه من تريزيجيه، عرضيه مسطره، يبقى قصادها استلام مسطره من امام عاشور، وان هو كانت الكرة طولت منه وكانت اكاد اجزم ان هي كانت خلاص كرة ميتة. لو حد غيره كان هيكن لورا، يعني لو طاهر او الشحات او اي حد غيره كان هيرجع لورا، خلاص الكرة طولت. انما لا، امام عاشور كمل عليها وكانت الكرة ميتة واحياها ورفعها بسم الله ما شاء الله. الواد مروان عثمان يا جدعان موهوب. مروان عثمان كان اصلا اول ما امام عاشور خد الكرة ويجري بيها، مروان عثمان كان ورا امام عاشور. بص بقى التفكير بتاع المهاجم، المهاجم اللي يقول لك ان انا مهاجم يا جدعان، انا مهاجم صندوق، مهاجم جرى خلى نفسه، يعني انا مش عارف اقول لك ازاي مهاجم يجري يحط نفسه جوه الصندوق. هو اتوقع ان ايه، لو امام عاشور جابها هيعرضها، ويشاء القدر ان امام عاشور يجيبها ويعرضها وتنزل على دماغ مروان عثمان والجون فاضي ويسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي. جون انا شايفه جميل جدا يا جدعان. مروان عثمان يجي منه لعيب موهوب. امام عاشور يا جدعان افضل لاعب في مصر، افضل لاعب في الدوري المصري للخمس سنين فاتوا وال 20 سنه جايه بقى لحد ما يطلع لاعب موهوب. بعد كده الاهلي حصل له شويه تبديلات، طلع بقى ايه، طلع لعيبه، طلع امام عاشور وطلع ديانج وطلع تريزيجيه وطلع مروان عثمان، فطلع المعلمين يعني والشله اللي كانت بتلعب كويس، ونزل شويه تغييرات منهم طاهر، اللي بالنسبه لي طاهر ما يلعبش. يعني ما فيش مدير فني يجي كده يتفرج على الاهلي ويتفرج على اداء طاهر ويلعبه، ما اعرفش بيلعبوا بناء على ايه. يعني بناء على ايه انت بتلاعب طاهر؟ لا اداء ولا رجوله ولا بيدافع. وشفنا له كوره كان ممكن يخلصها بدماغه ويخلي الاهلي يبقى 4-0، ما عرفش يخلصها، عدت من على دماغه كده يا عيني. لو كان مروان عثمان كان هيجيبها جون. فطاهر بالنسبه لي هو اسوأ لاعب في الاهلي، مش الماتش ده، في كل الماتشات والله. فخلينا نكمل. الاهلي بعد كده وادي دجله ضغط، وادي دجله كويس يا جدعان، والله 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 وادي دجله كويس. بس ظهر وادي دجله في الاخر بعد شويه التبديلات اللي حصلت اللي قلبت شكل الاهلي، خلته من اسوأ الى اسوأ. لان النادي الاهلي معروف ان بعد ما بيعمل تبديلات وبيطلع المعلمين ويطلع اللعيبه كويسه الاهلي بيبقى وحش. احنا ما عندناش دكه، احنا ما عندناش دكه باستثناء بن شرقي. بالنسبه لي يا جدعان لعيب ما يقعدش. يعني شوف مين الوينج اللي في الاهلي اللي مع بن شرقي وخلوهم يمدلوا ماتش وماتش بقى، شوط وشوط، المهم بن شرقي ما يقعدش. المهم شفنا الكوره اللي اترفعت ونزلت على دماغ ياسر ابراهيمي، اللي بدل ما يشتتها بره شتتها على رجل اللاعب. يعني الكوره هو نزل بدماغه، نزلت على رجل اللاعب، الواد خدها وان تاتش، بسم الله ما شاء الله. الواد اسمه زيزو بس مش بتاعنا، بتاعهم هم بتاع وادي دجله. خدها وان تاتش. الشناوي بقى ما لحقش يمد ايده واتفاجئ، اتخض، ما جاش في دماغه ان الواد يعملها كده، ودخلت ايه ولبست الاهلي جون وضيعت على الاهلي الكلين شيت بتاع. يعني كان نفسي نطلع بكلين شيت على الاقل، يعني كان نفسي ما نقفلهاش 13 هدف قصاد 13 مباراه بس، ولا كتيد يذكر ولا قديم يعاد. وخلص الماتش على كده 3-1 بفوز النادي الاهلي على وادي دجله، ويرتفع رصيده ل 26 نقطه من 13 ماتش. وفوقينا الاهلي بقى مركز ثالث، وفوقينا بيراميدز ب 12 مباراه. لو بيراميدز كسب هيفرق عنا جامد. وطبعا عارفين القصه دي كلها، وان الاهلي متاخر في النقاط وان سيراميكا شارك، الكلام ده كله. هو الاهلي فارق عن بيراميدز بثلاث نقط، بيراميدز فارق عن الاهلي بثلاث نقط، وسيراميكا فارق عن الاهلي باربع نقط. فالاهلي محتاج يفوقوا كويس. انا ما عنديش مشكله ان كل ماتش يخلص 3-1 4-2، المهم ايه تكسب. حتى لو يخش فيك جون كل ماتش انا ما عنديش مشكله، احنا عارفين الدفاع بتاعنا ملط. يعني هما بيخلصوا مع الشادي رياض ده، يا رب يخلصوا معاه والجزار، ونشوف يعني ايه خط الدفاع يتقل شويه بدل العبث اللي احنا بنشوفه كل ماتش جون ده.
طيب دي نهايه الفقره الثانيه بتاع الماتش وبتاع ايه تحليلنا على الماتش. نيجي للفقره الاخيره واللي هي مين احسن لعيب، مين احسن مهاجم، مين مش عارف ايه القصه دي كلها، فهنتكلم عليها دلوقتي بالفقره اللي بعد كده. طيب عزيزي المشاهد، انت شفت يعني انت اكيد لو انت وصلت لحد هنا، فقبل ما اتكلم في اي حاجه انزل افقع اللايك بتاعك، يعني اعمل لايك، يعني اعمل لايك يا جدع. يا جدع انت قاعد مش بتتفرج على واحد محروق، يا جدع انزل اعمل لايك. يعني انت الناس كلها سابقانا في اللايكات. يعني انا دلوقتي الناس تعايرني بص المتابعين بتوعك ما فيش حد منهم بيعمل لك لايك. ما ينفعش، انا المتابعين بتوعي جدعان، المتابعين بتوعي جدعان وعايزين يعني اشتراك بقى. عندك بتاع احمر تحت كده، وانا مش بتاع تيك توك بقول لك قلب احمر، لا، عندك زرار احمر تحت اتك عليه، عايزين نوصل 200 مشترك. يعني خليك جدع كده، انت اجدع واحد في الدنيا انا عارف. فلو انت وصلت لحد هنا فانت اكيد اتفرجت على الفقره الاولى واتفرجت على الفقره الثانيه، فدي اخر فقره ومش هنطول عليها عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. الفقره دي انا بقول فيها ايه تقييمي لبعض اللعيبه، بختار كام لعيب كده اقيمهم. مش هقيم اللعيبه كلها، مش بتاعتي بالنسبه لي مش شايفها ملهاش لازمه. فانا هقيم كام لعيب، اختار عشوائي كده، شفت التحاليل العشوائيه بتاعتهم المنشطات، انا هختار لك كام واحد عشوائي كده ايه اقيمه. محمد الشناوي بالنسبه لي ما كانش المفروض ان هو يقف. محمد الشناوي بالنسبه لي ما كانش المفروض ان هو يقف، وتقييمي ليه عشان الشوط الاول 5/10. طيب ده محمد الشناوي. طيب بالنسبه لي هاني، يعني هاني كويس، هاني الموسم ده كويس جدا، فتقييمي ليه على العرضيه اللي بيرفعها كويس، وشفنا له الدفاع كويس وبدا يبقى احسن. ما اعرفش بقى بسبب ان هم جابوا له احمد عيد على الدكه بره، ولا هو حس بخطر في المركز بتاعه فبدا يأدي كويس. والموسم ده افضل موسم محمد هاني. هو مش يعني مش بيطلع نار من بقه يعني، بس افضل موسم بخمسه اسيست، يعني افضل موسم ليه بخمسه اسيست. فربنا يهديه ويكمل على خير ويفضل ايه على نفس النظام ده، وتقييمي ليه هيبقى 7/10. طيب ديانج بالنسبه لي، ديانج تاني اسوأ لاعب في المباراه بعد طاهر محمد طاهر. هيجي واحد يقول لي يا عم ده عامل اسيست لزيزو وزيزو رفع الكرة اللي جاب منها الجون الاول، هقول لك ماليش دعوه. اتفرج على ديانج من ساعه ما جاله حوار التجديد وهو تاه في الملعب، اللي هو بيجري يحلق من الناحيه التانيه ومش عارف هو رايح فين ولا بيعمل ايه. فمش عايزين عشان برضو ما اطولش الفيديو، يعني لو انتوا، طب عزيزي المشاهد لو انت مستني مني او اعمل حلقه وبعد كل ماتش لتقييم اللعيبه، بس حلقه تكون مخصوصه لتقييم اللعيبه، فانت اكتب لي في الكومنتات تحت ان احنا عايزين حلقه تكون لتقييم اللعيبه. وما تنساش وانت بتكتب حلقه لتقييم اللعيبه تحت في الكومنتات تصلي على النبي علشان تاخد ثواب وانا اخد ثواب. فبالنسبه لي ديانج يعني هديله برضو ايه، هديله كام، هديله 4/10. 4/10 حلو قوي. طيب زيزو، يعني انا تقييمي لزيزو بقى ايه، هو اخر لعيب هقيمه عشان انا قلت لك هختار عشوائي. زيزو انا هقيمه لسببين. اول سبب ان انا كنت متوقع في زيزو لما هيجي من الزمالك هيعمل اكتر من اللي هو كان بيعمله في الزمالك، ولحد دلوقتي ما شفناش زيزو بتاع الزمالك. يعني المستوى اللي كان زيزو بيلعب فيه في الزمالك ما شفتوش في الاهلي. ما اعرفش بقى هو لسه بقى الرهبه الخوف على ما يبدا الدنيا تهدى شويه ويبدا يركز في الماتشات هيأدي. اتمنى. هقيم زيزو بناء، والحاجه التانية ان انا هقيم زيزو بناء على ايه الماتش اللي فات بتاع النادي الاهلي اللي كان بيلعب في افريقيا، لان شفنا زيزو ما جاش الماتش، ما كانش موجود خالص، ما لعبش او كان لعب وما كانش موجود في الملعب. يعني هو كان موجود بس اللي هو بقى ايه، شبح في الملعب ملوش وجود، ما كانش لا بيهاجم ولا بيدافع ولا اي حاجه. فان هو النهارده يجري ويأدي ونشوف اسيستات وعرضيات، وحتى يعني احنا اللي اتفرج على الماتش عارف ان زيزو ادى كويس جدا 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 الماتش ده. فتقييم لزيزو هيكون يعني ادي زيزو كام على اللي عمله ده، اديله 8/10. زيزو تقييمي ليه 8/10. وطبعا وهو خد راجل المباراه على فكره، يعني زيزو خد راجل المباراه وضربه الجزاء والاسيستات 8/10 كويسين. لان بعد كده اي ماتش الاهلي هيلعبه وهنبدا بسم الله الرحمن الرحيم التقييم، امام عاشور 10/10. فمحدش يفكر ان هو هيوصل لتقييم امام عاشور. امام عاشور 10/10 بدون ما ايه اللي هو انت مغمى عينك كده، امام عاشور 10/10. فده خلاصه المباراه ومش هنطول عليكم، وان شاء الله ان شاء الله يعني استنوني في حلقه ناريه، حلقه هتكسر الدنيا، حلقه الناس كلها تستناها. هنتكلم فيها عن المهاجم بتاع النادي الاهلي، وفي لاعب تاني هيجي تحت السن، فاحنا هنتكلم في الحلقه اللي جايه عن المهاجم واسمه والتفاصيل كامله، وعن اللعيب اللي تحت السن بتفاصيله كامله واسمه والدنيا كلها. فقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش ان انت تنزل تعمل لايك وتكتب لي تحت لو عاوزني اعمل حلقه عن تقييم اللعيبه بس. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد اشرف الخلق، وعايزين نعمل الاشتراك تحت عشان نوصلني 200 مشترك. واشوف وشكم بخير، وان شاء الله انتظروني في الحلقه الجايه.